صباح الخير. أنا النهاردة جاية أقول لك إن الأحلام بتتحقق، وإن أي حد يقول لك حلمك مستحيل ما تصدقوش. من 5 سنين اتخرجت من الكلية، اتخرجت من اقتصاد وعلوم سياسية إنجليش جامعة أبو فهد. كنت عايزة حاجة معينة، كنت عايزة أدخل مجال البيزنس أناليتكس والديتا أناليتكس، لأني كنت ماينر statistics، فده ما كانش بعيد قوي عن تخصصي. لما اتخرجت لقيت ان الحاجه اللي انا عايزاها دي بعيد ان انا اوصل لها بعد التخرج على طول. اول مكان اشتغلت فيه، اول ما رحت قلت لهم انا عيني على المكان ده، قالوا لي بعيد. قلت لهم مش مشكله، ان شاء الله هروح. بدات اي فلوس احوشها احطها في كورسز ليها علاقه بالحاجه اللي انا عايزه اوصل لها. اخدت كورسز كتير جدا يمكن بعد شهر راسي. قعدت اسعى في الموضوع لحد ما لقيتهم فاتحين ان هم عايزين بزنس اناليست. دخلت امتحان من اصعب الامتحانات اللي دخلتها في حياتي، عديته. كنت مبسوطة قوي، كنت فرحانة قوي اني عديت الامتحان ده. بس قالت لي النط عالي عليكي، احنا عايزين خبرة اعلى شوية، ممكن بعد 3 سنين من دلوقتي تاخدي الرول دي. طبعا اتضايقت جدا واحبطت. كان ردي حتى لو انا كواليفايد قالوا لي محتاجين خبرة معينة. طبعا دي ما كانتش اول مرة اسمع الجملة دي. throughout the journey سمعتها كتير. مريت بشعور كبير قوي بالفشل، اوقات كتير قوي كنت بحس اني فاشلة. كان ليا واحدة صاحبتي مرة قالت لي طبيعي انتي مش فاشلة، لو زرعتي زرعة في أرض بور عمرها ما هتطرح، وقت ما تروحي مكانك هتلمعي. دخلت اشتغلت في كذا مكان تاني، كل ما كنت بقول لحد أنا عيني على المكان الفلاني كانوا بيقولوا لي لأ صعب، واللي كان يقول لي مستحيل. كان ردي عليهم بإذن الله هوصل. كملت في الكورسز اللي أنا باخدها، بدأت أستثمر في نفسي أكتر، في شخصي وفي نفسي، لحد ما جت اللحظة اللي اتقال لي فيها you're accepted. أنا دلوقتي بكلمكم من هناك، من المكان اللي أنا كنت عايزة أروحه من 5 سنين. بكلمكم من بي أمس ديجيتال فاكتوري. أنا دلوقتي بقيت داتا governance specialist. على فكرة دي حاجة أعلى من اللي أنا كنت عايزة أوصل لها زمان من 5 سنين. بترن في ودني كده أغنية اللي كانت بتقول فاكر لما استغربوك وقالوا لك صعب الوصول، سارح في دروب الجنون ومثل حلمك ينداس، بتلف الأيام تدور، حلمك بقى في الضلمة نور، واللي عليه اتقال مجنون كان عقل واحد فاس. احلموا عشان الأحلام بتتحقق، ومهما قابلت عقبات في طريقك واتكعبلت كتير، اعرف انك في الآخر هتوصل وما تيأسش. صبر نفسك، قول لنفسك استحمل شوية، في يوم من الأيام هوصل. أنا كنت بقول لأي حد بيقول لي مستحيل، كنت بقول في يوم من الأيام هكلمك من هناك. النهاردة أنا فعلا بكلمه من هناك. احلموا، الأحلام بتتحقق. اتوكل على الله، ما تصدقش أي حد يقول لك مستحيل. استثمر في نفسك وفي شخصك، وتعلم كتير. ما تعرفش اللي انت بتتعلمه ده هتستعمله ايه. ربنا كبير، الحمد لله حتى يبلغ الحمد المنتهى. احلموا وكملوا وما تيأسوش، وما تقولش على نفسك فاشل، لأن الفشل ده هو اللي ما بيحاولش. بعد hundreds of rejections أنا جالي الأكسبتنس. المحاولة وعدم اليأس هي اللي هتوصلك للمكان اللي كنت بتحلم بيه، حتى ولو بعد سنين.